الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن إصابة محمد بن زايد بهذا المرض الذي أحزن الجميع عليها. كان الأمر قد انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بمرض رئيس دولة الإمارات العربية محمد بن زايد، ولكنه ظل في إطار الشائعات التي تنتشر عادة على شبكات التواصل الاجتماعي دون أن تؤكدها جهات رسمية أو مصادر تتمتع بالمصداقية، حتى جاء إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. كان من المقرر أن يقوم الرئيس التركي بزيارة إلى أبو ظبي، ولكن أردوغان نشر تغريدة عبر منصة إكس أعلن فيها إرجاء الزيارة بسبب عارض صحي أصاب الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان. وسرعان ما تم حذف منشور الرئيس التركي، لكن وكالة الأنباء الفرنسية احتفظت بلقطة للشاشة. قالت الرئاسة التركية في المنشور المحذوف: أجرى رئيسنا رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وخلال الاتصال عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن حزنه إزاء العارض الصحي الذي أصاب الرئيس محمد بن زايد آل نهيان، وتمنى له الشفاء العاجل. وسرعان ما حذف هذا المنشور، كما حذف التلفزيون التركي الرسمي من تقريره حول الموضوع الإشارة إلى مرض الرئيس الإماراتي. كانت أنباء غير مؤكدة قد تحدثت عن دخول محمد بن زايد إلى المستشفى بصورة عاجلة. أتى ذلك بعد أسابيع من صدور تقارير غير مؤكدة تتحدث عن إصابته بسرطان الدم.